بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد سهل وبسيط مع أم بودي. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص باقي أسبوع على مولد النبي، كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش تكسروا بالصلاة على النبي دايما، وبالذات في الكومنتات معايا وغير الكومنتات طبعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل القشطة اللي هي اللي بتبقى في علبة الحلاوة دي. هنعملها بطريقة سهلة وجميلة جدا وبكوباية سكر بس. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف وصفتنا ان شاء الله. معايا 3 معالق جيلاتين، 3 معالق هرميه كبيره كده من بتاعه الاكل، ومعايا تلت كوبايه ميه، تلت كوبايه ميه و3 معالق جيلاتين، واقلبهم كويس كده واركنهم على جنب شويه عبال ما الجيلاتين يشرب الميه، ونشوف هنعمل فيه ايه ونحضر لخطوه لوصفتنا ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هي سهله جدا وجميله جدا جدا جدا، مش هتتوقعوها. انا اول مره اعملها بصراحه. انا كنا بنشتريها، بس دلوقتي الحاجه غاليه، واكيد زي ما هي غاليه علينا غاليه على ناس كتير برضو ان شاء الله. واللي يقدر يشتري حبايبي يشتري، ما يفخلش، علشان برضو اصحاب المحلات برضو يسترزقوا. ربنا يرزقنا جميعا يا رب. انا هنا بجيب الصينيه اللي هعمل فيها وبدهنها زيت برافين لو في موجود، هو موجود عند العطار ومش غالي. بس انا هستعمل معاكم الزيت بتاع الاكل. بس الزيت ما يكونش له ريحه، زيت ذره، زيت سباركل، زيت ايه يعني زيت ما يكونش اي زيت، بس ما يكونش له ريحه. انا حطيت على الزيت ده معلقتين الزيت دولك حب رشه فانيليا او كيس فانيليا، وقلبتهم فيها كده عشان يبقى له برضو اخفي ان فيها زيت خالص، لان زيت البرافين ما فيهوش اي ريحه خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فاحنا استعضنا عنه بزيت الاكل او زيت الذره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فانا حطيت رشه فانيليا كده على معلقتين الزيت دولك وقلبتهم فيها ودهنت الصينيه، وفوق جبت كيس من بتاع التلاجة وفرشته برده في الصينيه في الاجناب وفي الارضيه كده. هو كيس واحد يكون كبير شويه، وفرشناه في الصينيه، وبرده بدهن الكيس زيت من الاجناب ومن القاع، علشان ما فيش اي حاجه من الحلاوه بتاعتي او القشطه بتاعتي ان هي تلزق في الكيس او في الصينيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بعد ما دهنا الصينيه زيت كده، الزيت اللي حاطين عليه رشه فانيليا او زيت برافين، هنجيب بقى جوز هند مبشوره، نرشها في القاع كده ونحاول ندي الاجناب، هي تلزق برده في الاجناب علشان خاطر الاجناب دهنينها زيت. هنرش شويه حلوين كده، الباقي مش هيخسر. اذا اتبقى حاجه الحلاوه او القشطه هتاخد اللي هي محتاجاه، والباقي هتسيبه في الصينيه ان شاء الله. وبعد كده عندك بقى فواكه مسكره اللي هي بتنباع برضو عند بيع خامات الحلواني، عايزه تحطيها حطيها لو بتحبيها. زبيب زي ما احنا حاطين كده حطي. عايزه تجيبي برضو مكسرات زي سوداني مجروش او بندق او فستق او المتاح ليك المتوفر ليك واللي تحبيه هاتيه واعمليه، بس اكسريه نص جرشه كده ورشيه برضو، بس ترشيه فوق جوز الهند دوت في الارضيه. لكن فوق بقى ان شاء الله بنرش المكسرات او الزبيب الاول فوق علشان خاطر يلزق معانا. هنا بقى هنحضر السيرب بتاعنا اللي هو هيتعمل القشطه. معايا كوبايه سكر ومعايا ربع كوبايه ميه، كوبايه سكر وربع كوبايه ميه. والكوبايه اللي بستخدمها في السكر هي اللي استخدمها في الميه، هي اللي استخدمها معايا في كل حاجه. ومعايا زي ما قلت معلقتين زيت دولك فيهم رشه فانيليا. انا هنا معايا عسل كلوكوز، معايا نص كوبايه عسل كلوكوز. انا بدهن الكوبايه اللي هحط فيها عسل الكلوكوز زيت كده علشان ما احط فيها العسل ما يلزقش جامد فيها. طيب ده برطمان العسل دوت انا كنت شارياه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ب 30 جنيه. هيعمل لك حاجات كتير كتير جدا. بسم الله ما شاء الله. انا عملت منه الملبن، عملنا الملبن مع بعض، وعملنا السمسميه والسودانيه والحمصيه الفوليه، وعملت الفوليه والحمصيه والسمسميه مع بعض. وكنت عامله فيديو قبل كده من فتره طويله اللذيذه. بسم الله ما شاء الله. بصوا على القناه بتاعتنا كده هتلاقوها سهله وجميله وموفره جدا 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 ان شاء الله. حاجاتها كلها اقتصاديه وطعمها فوق الروعه. بسم الله ما شاء الله. انا كده الكوبايه اللي عايرت بيها الميه، عايرت بيها السكر، عايرت بيها عسل الجلوكوز. طب ما ينفعش حاجة تانية بدل العسل الجلوكوز؟ ما ينفعش، لان عسل الجلوكوز والجيلاتين هم اللي بيدوني المطة اللي هنشوفها دلوقتي. طبعا احنا هنجيب بقى العجان، لو عندك عجان
وهحط ماء زهر، بس ماء الزهر ما يتحطش هنا، هنحطه في العجان او في البوله اللي احنا هنعمل فيها القشطه بعد ما نسويها ان شاء الله. دوت 3 معالق الجيلاتين اللي كانوا معايا دولي، 3 معالق الجيلاتين الهرميين اللي احنا حاطين عليهم تلت كوبايه ميه ودوبناهم وركناهم. هنحطهم في البوله او حله تكون غويطه شويه عشان ما تطرطش. وهناخد بقى العسل بتاعنا وعسل الجلوكوز ونحطه. الجيلاتين احنا حاطين عليه معلقه كبيره من ماء الورد. ما تحطيش ماء الورد هو مش هيحصل حاجه، بس عشان الريحه ما تروحش، عشان الريحه بتاعته اثناء غليان العسل ما تروحش. احنا حطينا عسل الجلوكوز والسكر والميه، هنحطهم على البوتاجاز على نار متوسطه، على نار واقل من متوسطه شويه لحد السكر ما يدوب معايا. وطول ما انا واقفه كده بجيب الاجناب، انا مش بقلب السكر بقى، هي تقليبه خفيفه جدا. وبجيب الجناب علشان السكر لو طلع على الجناب ولا حاجه ينزل معايا يقوم ما يسكرش معايا. هنا هي السكر بعد ما بدأ يغلي من الأجناب كده اديت له تقليبة بقى علشان لو في حبة سكر ولا حاجة لسه ما دابوش يدوبوا معانا ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهي مش بتغيب معايا على البوتاجاز خالص، على نار متوسطة ويمكن أقل من المتوسطة سنة. ولازم العسل يعمل معاكي زي ما هتشوفيه كده دلوقتي. وهقول لك هنسيبه قد ايه. هنا العسل غلي وعمل فوران كده اكنه بيفور زي اللبن لما بيجي بيفور بالظبط. وقت ما يحصل كده، وقت ما يغلي كده، يعني انا ماليش دعوه لحد ما يدوب ولحد وهو على النار، وقت ما بدأ يغلي كده احسب له دقيقتين، احسب دقيقتين يغلي فيهم. عدي من 1 لحد 60، عدي من لحد 120، 60 في 60 يعني، او احسبي على الموبايل دقيقتين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. او عندك في البوتاجاز بتاعك تايمر اظبطيه على دقيقتين، اطفي عليه وانزلي بيه على الجيلاتين على طول والمضرب شغال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. او العجان شغال، بس يكون المضرب بتاعي قوي او العجان بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لكم ويبارك لنا. هو حصل معايا موقف هنا المضرب بتاعي كتر خيره بقاله حوالي 18 سنة ولا 20 سنة شغال بسم الله ما شاء الله عليه، الله يبارك له يا رب. بس هو خلاص تعب وهلك وما عادش بيقدر يضرب كمية تقيلة او كبيرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنتنينا نضرب فيه ونلف فيه كده اكننا بنضرب كريم شانتيه بالظبط، اكننا بنضرب كريم شانتيه. بس هنا بقى شوفوا القوام، كل ما تضربي فيه كل ما يفتح ويتقل ويبيض. هنا كان بعد 5 دقايق، هنشوفه دلوقتي برضو بعد كل دقيقتين كده نصوره. هنا كان بعد 7 دقايق بسم الله ما شاء الله عمال يتقل ويبيض معانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى خلاص اهو بدأ يتقل. انت بتقعدي تضربي فيه حوالي 12 دقيقة او ربع ساعة، يعني 15 دقيقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لحد ما يوصل للقوام اللي هقولك عليه دوت ان شاء الله. هنا تبقى القشطة بتاعتنا خلاص استوت وبقت جميلة جدا جدا، مش باقي ان هي غير ان هي تتعرض للهواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونفردها في الصينيه ان شاء الله. احنا لسه هنا بنضرب، لسه ما كملناش ال 15 دقيقه او ما كملناش ال 12 دقيقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انت معاكي المضرب لو قوي هي تقعد 12 ل 13 دقيقه، لو ضعيف زي المحروس بتاعي كده المضرب بتاعي ان شاء الله هتقعد 15 دقيقه. طيب هنا بقى لازم تعمل القوام يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، انه ما يقعش. ترفعي المضرب كده يعمل منقار، والكريمه ديت او القشطه دي ما تقعش من المضرب، ما تقعش من سلاح المضرب، تقف تشيليها كده تبص تلاقيها عملت منقار زي الكريم شانتيه ووقفت كده. انا قلت خلاص ده هو بقى المضرب عماله تتقل بيه ويعمل صوت ويعمل ريحه، فقلت خلاص ده ما هيش نفع، وبقيت زعلانه قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قلت لا ده انا هنزل الفيديو برضو علشان اذا حد عملها زيه ومضربه برضو ضعيف كده يبقى خلي باله وان شاء الله هتنفع معاه برضو. يعني هي كانت ناقصه، عايزه مضرب قوي شويه علشان خاطر ما يسلش معانا زي مثال الحاجه البسيطه دي. بس بسم الله ما شاء الله نفعت برضو. واذكروا الله وصلوا على رسول الله طول ما انتوا شغالين في حاجتكم.
في طبيخ، في عصير، ان شاء الله لو بتملي كوبايه ميه اذكري الله وصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونفعت معايا وبقت جميله جدا جدا، بسم الله ما شاء الله، وبقت احلى ما كنت اتوقع. انا قلت خلاص ده تطلع سايحه ونايحه بقى ومش هتمسك، وبقيت زعلانه عشان كانت ناقصه ضربه، والمضرب مش راضي يضرب اكتر من كده. بسم الله ما شاء الله، لا نجحت وفلحت، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هنا بعد ما صبيناها بقى في البتاع هي اتفردت لوحدها علشان كانت خفيفه شويه، خفيفه شويه. انت اضربيها لحد ما تبقى زي الكريم شانتيه كده، يبقى واقفه على المضرب، ترفعي المضرب كده تلاقيها عامله منقار وواقف عليه ما بيسيلش منه. سال نسبة بسيطة زي ما هي معايا كده، زي ما كانت معايا عادي هتنفع برضو زي ما هي نفعت معايا كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هنا بقى بعد ما صبيناها وسويناها كده هي سوت نفسها اصلا. رشيت بقى الزبيب، زي ما قلت عندك مكسرات عايزة ترشيها معاها رشيها. ورشيت جوز الهند، يعني ترشي الزبيب الاول على الوش وبعد كده رش جوز الهند، بسم الله ما شاء الله، عشان خاطر الزبيب يمسك. اذا رشيتي جوز الهند الاول وحبيتي تحطي الزبيب مش هيمسك معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هنا بعد 8 ساعات قطعتها، كنت عاملاها بالليل والصبح بقى جيت اقطعها. اللهم صل وسلم، 8 ساعات، 10 ساعات، 12 ساعه، كل ما غيبتيها كل ما ادت قوام اعلى واحسن، بسم الله ما شاء الله. بس كانت 4 ساعات معايا بشوفها كده لقيتها مسكت ففرحت قوي، قلت ده هتنجح ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى نقطعها، دهنت السكينه، تكون سكينه عريضه معاكي الكبيره دي علشان خاطر تنزل تقطع معاكي على طول، ما تنكيش ريحه جايه بالسكينه او اي سكين، هو ربنا ييسر لك امرك ان شاء الله مع ذكر الله، ولا قولة لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين اسفنجيه ازاي ومطاطيه ازاي، بسم الله ما شاء الله، والله العظيم ما كنت اتوقع ان هي تطلع بالجمال ده. الله اكبر، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، صلوا على رسول الله بقى، وكل سنه وانتم طيبين. ينعاد عليكم الايام كلها بالخير والسعاده واليمن والبركات ان شاء الله. شايفين هشه وخفيفه ازاي، بسم الله ما شاء الله. احنا بعد ما بنقطعها كده سلكيهم من بعض، عشان لو سبتيها قطعتي مره وسبتيها هتبصي تلاقيها لزقت في بعض تاني، فهتطلع برضو بسهوله. بقى بتقطعي المكعبات كده وبتدهنيها بقى ايه، جوز هندي تاني، تدهني الاجناب كلها تلفيها كده على جوز الهندي تاني، بسم الله ما شاء الله. كان طعمها جميل جدا جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. ما قعدتش، الف هنا وشفا الكل اللي ياكل الكل اللي يعمل، وربنا يحسب ما بين ايديكم وايدينا، واللي يجرب يا ريت يقول لنا نجحت معاه ولا ايه اللي حصل، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كانت جميله جدا جدا، وانا مبسوطه وفرحانه ان هي نجحت معايا. عقبالكم كده يا رب ان شاء الله، عقبال كل اللي يجرب، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. انا رصيتها في الطبق لقيتها هتقع من الطبق، فرحت رصاها في صينيه كده واحده جنب التانيه، بس ما جاتش معاكم، ان شاء الله نحطها في الصوره. بسم الله ما شاء الله، كانت جميله جدا جدا. وبكده الفيديو بتاعنا كان خلص. السلام عليكم ورحمه الله.